في الفيديو ده هنتعرف على طريقة اختبار الفلوماك بره الشبكة. هو عموما عشان نبقى عارفين احنا بنعمل ايه، الفلوماك لما بنفتح الحنفيات بيدي كهرباء للموتور، ولما بنقفل الحنفيات بيقعد 10 أو 20 ثانية على حسب الفلوماك وبرمجته، وبعدين بيفصل الكهرباء عن الموتور. فاحنا واحنا بنختبر الفلوماك وبنحاكي العملية دي، لما نقفل الحنفيات هو ما بيفصلش الكهرباء عن الموتور مباشر، لا هو بيستنى 10 أو 20 ثانية. ويلا بينا دلوقتي نشوف ازاي بنختبر أو بنفحص الفلوماك بره الشبكة. بفكرك إن القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من أول الأساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. أنا أحمد داوود، دكتور هندسة. ادي الفلوماك الكلبي ده المحبوب من ناس كتير. الفلوماك ده كويس جدا، ولكن خد بالك ان هو بيختلف عن بقية الفلوماكات، ان هو دخول الكهرباء بيبقى مش من فوق زي كل الفلوماكات التانية، لا دخول الكهرباء بيكون من تحت والدخول للموتور بيكون من فوق. لو افترضنا ان اللمبة دي هي بتقوم بدور الحمل بتاعي اللي هو الموتور، فهنوصل كده اللمبة دي على اساس ان هي الموتور، وهنوصل كهرباء للفلوماك. بعد ما وصلنا كهرباء للفلوماك هو وصل الكهرباء للموتور، ولكن هيفصل دلوقتي لان مفيش ميه معديه. بالفعل هو فصل اهو، وعمل معايا نور معايا لمبة الفيلير اهي كده، نور لمبة الفيلير معناها انه مفيش ميه. لو احنا قلبنا الفلوماك زي ما متعودين دايما ان احنا بنحاكي حركة الميه، فلو قلبنا الفلوماك كده اديها تكت، يعني الميه بدأت في السريان، وبالتالي وصل كهرباء هو للموتور واللمبة نورت اهي، او وصل كهرباء لللمبة يعني اللي هي بتقوم بدور الموتور معانا، وبالتالي هو كده هيفضل موصل كهرباء لللمبة. اول ما هقفل الحنفيات يعني سريان المية هيقف اهو كده، هعدل الفلوماك كده سريان المية وقف، المفروض يفصل دلوقتي. وبالفعل فصل كهرباء عن اللمبة. أرجوك ما تنساش والدي ومحمود أخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي لي وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.